وإنما يلام على هذا العشق، هو الآن في حدود المباح، لكن يلام عليه إن أحدث هذا العشق معصية، حينئذ يلام عليه إن أحدث هذا العشق معصية، إن بدأ يسلك مسالك غير شرعية، يتواصل مثلا معها، يتصل بها، يلقاها، يجالسها إلى غير ذلك، إن دخل في هذه المداخل دخل في الإثم. لكنه إن كتم هذا العشق، أو أنه سعى في المداخل الشرعية، سعى في نكاحها وإعفاف نفسه بها والارتباط بها الارتباط الصحيح، فهذا أيضا باب خير. فالحاصل أنه لا يلام على ذلك إلا إذا أدى به إلى معصية. أما إذا كان مجرد عشق يعني دخل إلى قلبه عند ذكرها أو رؤيتها أو نحو ذلك، فهذا لا يملكه ولا يعاقب عليه.